أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أن أسلط الأضواء على قضية مهمة ومسألة مهمة تنفع المجتمع بعض الشيء، ولا سيما الشيعة الإمامية الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، والذين يتميز مذهبهم بالقناعة التامة بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذلك المذهب الذي يتفرد بهذه المسألة بتفاصيلها الدقية، على الرغم من أن كل المذاهب وكل الأديان تعتقد بوجود منقذ للعالم ومخلص لها من كل البلاءات ومن كل الآثام. فالمذهب الشيعي يعتقد اعتقادا جازما بوجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ويعتقد أنه في حال غيبة بالغيبة الكبرى بعد نهاية الغيبة الصغرى، وأن هناك يوما للظهور لكي يبسط الإمام المهدي العدل في ربوع العالم أجمع. نعم، المنقذ منقذ الجميع وليس الشيعة فقط طبعا، من الظلم والاستبداد والدكتاتوريات ومن الحروب وما شاكل ذلك. لكن المسألة هي أن قضية الإمام المهدي في نظر البعض قد تكون تواجه إشكال جوهري ومهم، أنه لماذا الإمام المهدي لا يظهر؟ ألا يعلم أو أليس هو مطلع على كل ما يحدث لشيعته بل للعالم أجمع؟ ألا يعلم بما يمرون به من بلاءات وصعوبات وحروب وما شاكل ذلك؟ أليس من المناسب أن يخرج ويظهر ليملأ الأرض والعالم بالعدل والقسط، بدل أنه مملوء بالظلم والجور؟ أليس هذا يومه؟ أليس هذا زمانه؟ أليس أن هذا هو موعد ظهوره ليخلص العالم؟ أليست البشرية بحاجة إليه ليخرج ويظهر فيخلصهم؟ هذا إشكال مطروح من داخل المذهب ومن خارجه، ولعلنا نستطيع أن نجيب ببعض الأمور التي تنفع بهذا المستوى أو بهذا من هذه الناحية، من ناحية هذا الإشكال. أن هناك مبدأ يسمى بمبدأ الاستحقاق، فإذا كان البشر مستحقين لظهوره سوف يظهر، وإن لم يكن مستحقين لظهوره فلا يكون هناك ظهور. وطبعا متى يكون المجتمع مجهزا ومهيئا للظهور؟ يكون ذلك فيما لو كان هناك استحقاق عالي لهذا الظهور المقدس. إذن عدم ظهوره هو من باب عدم وجود الاستحقاق. يصلح هذا جواب. وجواب آخر أيضا يمكن أن نقوله أنه عجل الله تعالى فرجه سلام الله عليه ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى للظهور، والأمر لم يصدر. لكن لماذا لم يصدر؟ برأيي الشخصي أن أتباعه وشيعته غير مستحقين للظهور، بل العالم أجمع غير مستحق لظهوره المقدس، فقد ملئ العالم بالآثام والذنوب وعدم القناعة أصلا من الكثيرين به وبظهوره وبأنه مخلص وما شكل ذلك. فالكثير
من الموجودين يكيلون التهم والإشكالات والشبهات حول خفائه وظهوره ووجوده وما شاكل ذلك، فكل ذلك سيكون مانعا عن وجود الاستحقاق الذي هو بدوره سيكون بابا من أبواب ظهوره سلام الله عليه. إذن عدم ظهوره هو لأن المجتمع غير مستحق له، وإلا فإنه سلام الله عليه أكيدا مطلع على ما يحدث لشيعته وأتباعه، وإذا كان مطلعا فكيف به لا يظهر ليخلصهم وينجيهم؟ إذن هناك تدني في مستوى شيعته وأتباعه وجيشه وما شاكل ذلك من التسميات الواردة في الروايات أو المتعارفة اجتماعيا. إذن المجتمع يحتاج إلى التكامل بعض الشيء، وإلى الرغبة في ظهوره وبظهوره، والعمل على ظهوره من خلال التمهيد له، والتمهيد له لا يكون سهلا يسيرا بل هو أمر عسير، فإنه إذا ظهر ولم يكن شيعته بالمستوى المطلوب لا سمح الله سوف يؤدي ذلك إلى فقدانه كما فقد آباؤه وأجداده من قبل. فإذا يجب أن نكون على تمام الاستعداد والأهبة حتى يكون ذلك باب من أبواب ظهوره سلام الله عليه. وهذا الباب أنا أعتبره هو باب التكامل وباب الطاعة وباب الرجوع إلى الله وإلى الإمام سلام الله عليه. فعليه يجب أن يرجع المؤمن المخلص الذي يؤمن بقضية الإمام المهدي بأن يكون على أهبة الاستعداد من جميع النواحي، وليس من الناحية العسكرية مثلا فقط، بل من الناحية الإيمانية والعقائدية وما شاكل ذلك. يمكن أن نقول شيء آخر، بأن عدم ظهوره سلام الله عليه وعدم وجود أمر من الله سبحانه وتعالى لعدم ظهوره هو لعدم رضا الله سبحانه وتعالى عن طبقة كبيرة من المجتمع، وعدم رضا الإمام سلام الله عليه عن أتباعه وعن من يدعي الوصل به. وإلا لو كان راض عنهم لظهر ولأنقذهم ولخلصهم من هذه البلاءات وهذه المشاكل. نحن نرى أن المجتمع في كثير من أمور كادت تنعدم ذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وكأنه ليس إماما حيا إلى يومنا هذا. فالرجوع إلى الإمام في مهام الأمور وإن كان مخفيا أمر ضروري، ولو بالدعاء ولو بالطلب الظهور الاستجارة به وما شاكل ذلك. حتى قيل أنه من ذكره في أشد البلاءات كان ذكره مفيدا له ومنجيا له من هذا البلاء وما شاكل ذلك. إذا لم يكن راض عنا فش يكون نسوي؟ لو نطم نفسنا، لو نسعى إلى التكامل. عدنا مرة أخرى إلى التكامل. لا بد أن نتكامل، ولا بد أن نصلح حالنا قبل أن يظهر الإمام المهدي بغتة لعله بأمر من الله سبحانه وتعالى. ذاك الوقت شي يصير؟ يجوز البعض يقول له عد من حيث أتيت يا ابن بنت رسول الله، وذاك الوقت بعد ماكو باب للتوبة ولا للخلاص، ولن ينفعنا أي أمر آخر. إذن التكامل ضروري جدا، والسعي للطاعة وغفران الذنوب والرجوع إلى الله، هذه كلها أبواب نافعة ومطلوبة يجب على المؤمنين السعي لها ليكون ممهدا لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. نعم، قد يكون الإلحاح الشديد ما مطلوب، فكما ورد أنه لا أريد تعجيل ما تريد تأجيله ولا تأجيل ما تريد تعجيله، لكنه نبقى منتظرين له سلام الله عليه، وندعو له في خلواتنا في سرنا وفي علننا، ونذكره
في نهارنا وليلنا، فإن ذكره طاعة لله طبعا، مع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في شريعته وأحكامه ودينه وفي الأخلاق وفي كل ما هو باب من أبواب التكامل. وجزاكم الله خير جزاء المحسنين.